فاكر ان عدد المتابعين هو اللي بيخليك تبيع فانت كده غلطان. في فرق ما بين الحساب الناجح والحساب المؤثر. الحساب الناجح ده هو اللي بيلم ارقامه بس الحساب المؤثر دوت هو اللي بيبني مجتمع، دولة جوه دولة. مجتمع يعني ثقة، والثقة يعني مبيعات مستمرة. عشان كده بطل تنشر اعلانات وقدم قيمة وعلم للناس. عادي شاركهم الكواليس وخليك واضح معاهم. اصل الوضوح ده هو اللي بيبني الثقة بيني وبين العميل وبيقربوا مني. اوعى يكون عندك حساب مؤثر وتقف تذاع لوحدك. اطلب رأي جمهورك، اسألهم اسئلة حقيقية ورد عليهم باهتمام. على فكرة المجتمع بيكبر بالتفاعل، ومش تشوف كومنتات وتسكت. لا، ده انت لازم تكافئ اللي اتفاعل معاك. وقول اسمه وقدره واحترمه. التقدير بيحول المتابع لشريك معاك في براندك. ممكن تدي للجمهور هوية. استخدم مصطلحات خاصة بيك زي لازمة. اول ما العميل يسمعها يعرف على طول ان البراند دوت خاص بيه. الناس بتحب تتجمع في حوار ليه معنى، مش محتوى عابر والسلام. المتابع عندك لما يحس بالانتماء هيتحول لاكبر داعم ليك. وانت كمان لو عاوز تبني البراند بتاعك يكون مجتمع كامل ليك، احنا هنا في اس برو بنبني لك استراتيجيه اللي هيحول لك المتابعين بتوعك لعملاء اوفياء. رقم التواصل في اول تعليق، وابدا معانا النهارده عشان يبقى عندك مجتمع كامل متكامل.